عمر احمد صفر 86 ونص. 86. لا والله. الحمد لله الحمد لله الشكر لك يا رب الحمد لله. من 70 ل 80 يعني ممكن اجيب 76 75 باذن الله، ده اللي انا حاسه. وجبت اعلى بقى يبقى كده ده حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك يا اخويا الله يبارك فيك. لا بس 86 يا اسطى 86. 86 ونص 86 ونص الحمد لله. مين اللي جابها لك؟ مين اللي جابها لك؟ الله يبارك. صباح الخير. الساعة 10 يعني يعتبر دلوقتي النتيجة هتطلع. أنا عايز أقول لكم يا جدعان إن أنا صاحي وواحدة اللي أنتوا عارفين كده إحساس أنا أول مرة أحسه في حياتي حرفيا. إحساس كده غريب اللي هو أنت مش عارف اللي هو أنت هتجيب ولا مش هتجيب. أنا دلوقتي بصور أصلا وأنا عامل مبالغة غيران الصراحة. أنا كل واحد يرن عليا وبتاع وأنا يعني بتوتر من الحاجات دي قوي. الفكرة يا جدعان الواحد لما بيجي بس يزعل بيزعل على أهله. يعني أنا زعلي كله والله العظيم على والدتي بالذات. اليوم ده على قد ما هو يبان لك صعب والناس خايفه وبتاع، على قد ده حرفيا ان هو مجرد حاجه باينه لك صغيره قد كده. اللي جوه بقى طلاب ثانويه عامه لا حاجه تانية خالص. فعلا كل واحد يكلمني دلوقتي وقت رقم جلوسك ومش عارف ايه، بس انا ما اديتش حد رقم جلوسي مش غير اخواتي الصراحه. الفيديو ده انا بعمله للذكرى الصراحه، مش شرط ان هو يكون اطول فيديو واحسن فيديو. قبل ما اجيب النتيجه وقبل ما اشوف مجموعي كام انا دخلت علم رياضه اللي هو اصعب حاجه يعتبر. حاولت ان انا على قد ما اقدر اشد فيها. يمكن ما ذاكرتش اكتر واحد ويمكن ما تعبتش اكتر واحد، بس ربنا يعلم انا ازاي عديت بمراحل نفسيه في السنه دي وكان عليا ضغط كبير ازاي. طبعا انا مش بقول كده يا جدعان عشان مثلا اقول لكم ان اهلي ما ساعدونيش او كده، بالعكس ده اهلي كانوا بيتمنوا ان هم يساعدوني. بس انا كنت حابب اعدي السنه دي، مش هقول لكم لوحدي، حابب ان انا كنت اشيل مسؤوليه في السنه دي. فايا كان اللي هجيبه انا راضي بيه مش عارف. انا خايف بس وزعلان ان انا لو جبت مجموع وحش عشان اهلي كده. والله زعلان على اهلي وزعلان عليا خالص. في خيانه حصلت في الموضوع. احنا صاحيين الساعه 10 الصبح كل طلاب الثانويه العامه عشان مستنيين النتيجه. انا الوزير منزل فيديو دلوقتي وطلع ان هو النتيجه هتطلع الساعه 12 الظهر. والله العظيم انا مش عارف اقول ايه بجد، يعني على اعصابي على اعصابي اقسم بالله. المهم ان انا قاعد مستني النتيجه دلوقتي، فربنا يستر يا جدعان. الواحد اقسم بالله العظيم مش عارف ازاي هقضي الساعه ونص الجايين. الساعه دلوقتي 10 ونص، فاضل ساعه ونص على النتيجه. انا مش عارف هقضي الساعه ونص دول ازاي. جاهز للنتيجه؟ انا احس الصراحه اتوقع ان انا اجيب من 72 ل 76. اتوقع ان شاء الله ان شاء الله. انا حاسس ان انا هجيب من 70 ل 80 يعني ممكن اجيب 76 75 باذن الله، ده اللي انا حاسه. وانا راضي والله. انا علم رياضه يعني انا راضي. وجبت اعلى بقى يبقى كده ده حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فضل دقيقة فضل دقيقة فضل دقيقة فضل دقيقة يا ديني. احساس يا جدعان النتيجة بقى احساس مختلف. 12 الساعة 12 المفروض دلوقتي يفتح. بسم الله. وقع عليك كمية تحميل يا جدعان مش راضي خالص، مفيش أي حاجة. الدنيا وقت خالص. كله كاتب قريبة نتيجة الثانوية العامة. يعني المفروض ننزل الساعة 12 كله كاتب قريبة. أحسبنا يا جدعان مش كده بجد، أحسبنا يعني. يا رب يا رب. الدور بيأذن يا رب. حق أذان الدور يا رب. هاجي النتيجة. المهم يا اسطى بالله عليك شوف لي يا اسطى أنا كام يا اسطى، شوف لي بالله عليك أنا كام. يا رب يا رب. يا جدعان مش مصدق يا جدعان مش مصدق أقسم بالله. موقع النتيجة يا جدعان قافل. ايه يا اسطى انا جبت كام؟ والله انت لسه واضح قسم. طب شوف بالله عليك يا اسطى، شوف يا اسطى انا بجد بس هعيط انجز بالله عليك يا اسطى. بالله عليك انجزنا يا عم عظام شوف يا اسطى والله ما بيجي. طب قرب منه كده يا اسطى. هو فين؟ يا رب يا رب يا رب يا رب. عمر احمد صفر 86 ونص. 86. لا والله. الحمد لله الحمد لله الشكر لك يا رب الحمد لله. من 70 ل 80 يعني ممكن اجيب 76 75 باذن الله، ده اللي انا حاسه. وجبت اعلى بقى يبقى كده ده حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك يا اخويا الله يبارك فيك. لا بس 86 يا اسطى 86. 86 ونص 86 ونص الحمد لله. مين اللي جابها لك؟ مين اللي جابها لك؟ عيب عليك. يدفعك إلى التقصير. الحلم له سور
والأبطال ما المانع أن تصبح بطلا كنت أقرأ بس في الله يجزيك. الآمال. يمكن دي اغرب قصه تسمعها عن يوم نتيجه الثانويه العامه، بس اللي هحكيه لك ده هو اللي حصل بجد والله. والدتي صحتني الساعه 3:30 الفجر بالظبط عشان كان حد بعت لها النتيجه من الكنترول، فببص في وشها كده لقيتها زعلانه، فانا قلت خلاص يعني ربنا ما وفقنيش، فبقيتني خايف اسالها طب انا جبت كام في الميه، مع اني كنت داخل الامتحانات وانا عندي ثقه في كرم ربنا سبحانه وتعالى اللي انا اطلع من اوائل الجمهوريه، يعني ده كان حلمي وانا عملت اللي يأهلني لكده بفضل الله. ساعتها سجدت سجده شكر وقلت الحمد لله، وبعدين قمت بقى سالتها طب انا جبت كام في الميه طيب؟ قالت لي 99.2%. فاللي هو يعني ايه، فالمهم لما سمعت 99.2% دي دي اسعد لحظه في حياتي، يعني هتبقى اسعد من يوم فرح. المهم ساعتها صليت ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى، وقمت بوست ايد والدتي ووالدي لانهم تعبوا معايا جدا في الثانويه العامه. في اللحظه دي حسيت ان اهلي هم اللي نجحوا مش انا، حرفيا كانوا فرحانين اكتر مني شخصيا. لكن واللحظه دي انا دمعت فيها حرفيا، يعني انا عيطت فعلا مع اني شخصيه بارده يعني ما بتاثرش باي حاجه، بس اللحظه دي كانت انت مش قادر تتخيل كميه الفرح اللي هتبقى جواك لما تشوف نتيجه تعبك طول السنين دي كلها جنيت المحصول بتاعك خلاص، يعني شفت النتيجه بتاعتك حددت مسارك، فلحظه تستاهل بجد اللي انت تتعب عشانها. فحرفيا لحظه النتيجه دي عوضتني عن اي حاجه عشتها في الثانويه من سهر وتعب وكميه مراجعات ومذاكره. يعني المهم وقت النتيجه اتفاجئت ان انا نقصت درجه ونص بس في العربي وقفلت باقي المواد. فحرفيا هي مش بحساباتنا خالص، هي بكرم ربنا سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ ربنا بيكرم الواحد لما ما يعتمدش على الغش، انت اعتمدت على نفسك وبكرم ربنا سبحانه وتعالى خلاص ربنا هيكرمك. بس كده يا جماعه، ده كان يوم النتيجه، وكنت حابب اشارك اليوم ده معاكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم ولو بحاجه بسيطه. ما تنسوش ان احنا نبقى على تواصل دايما، وابعت لي على انستا لو احتجت اي حاجه. شكرا ليكم يا جماعه، ويا رب تدخلوا الكليه اللي نفسكم فيها يا رب. والله يجزي من صبر، لا تكتفي مهما جرى، واسعى لكي يبقى الآثار. من فجر يومك للدجى أمل ورقد مرهق، وبنصف نوم يا فتى كنت الزمان تسابق. وقسمت قهوتك العنا والمر مما يقلق، وخشيت من مستقبل لكن ربك أكبر. حققت حلمك ها هنا، هذا نجاحك قد ظهر، في آخر النفق غادت ما بين كفيك القمر. لك قصة أكملتها، والله يجزي من صبر، لا تكتفي مهما جرى، واسعى لكي يبقى الآثار. انظر لأهلك فخرهم بك سوف ينسيك التعب، كم شاطروك مصاعبا لتنال أعلاها رتاب. السعي مأوى الحالمين والعمر